مساء الخير. النهاردة هنقدم حاجة تانية برضو اللي هي الطاجن السمك في الفرن. المقادير بتاعته تعالوا نشوفها. اولا هو سي فود، ده بلح البحر، مش كمية كبيرة، وجندوفلي وجمبري حوالي 10 وحدات، وسمك فيليه، اي نوع فيليه، ممكن بولتي، ممكن دوت بس فيليه. هي شريحة واحدة بس، بقطعها مثلا قطع كبيرة كده زي ما احنا شايفين. وزيت زيتون حوالي 3 معالق كبار، وكاليماري متقطع، دول حوالي 2 صغيرين خالص مقطعهم بالشكل دوت. وفلفل احمر نص فلفلايه متقطعه قطع صغيره، وبابريكا اللي هو الفلفل الاحمر البودره معلقه صغيره برضو، وحوالي بصله متوسطه متقطعه صغير، وحوالي 3-4 فصوص توم، وزعتر فريش، زعتر اخضر حوالي معلقه كبيره، وملح وفلفل وزعتر برضو بس زعتر ناشف، وورق لورا هستخدم حوالي 1 أو 3 مش اكتر، وصلصه حوالي مغرفتين هاخد منها بس. وتعالوا نشوف هنعملها ازاي. دلوقتي انا هبتدي هحط البصل الاول. حطيت الزيت، ولعت النار على عالي، هحط البصل الاول. البصل هحمره لحد ما يبقى لونه اصفر كده، يعني يتحمر كويس. انا دايما بحب وانا بحمر البصل احط شويه ملح خفيف كده. زي ما احنا شايفين التوم، البصل زي شايفين لونه عامل ازاي، لا هو احمر ولا ابيض خالص. بعد كده احط الثوم واكمل تشويح، حاجه بسيطه ما تكترش قوي عشان احتفظ بريحه الثوم. متهيألي كده كفايه، بس كده كفايه. ابتدي اضيف الاول الفلفل واكمل تشويح سريع كده، ووطي النار اهديها عشان ما فيش حاجه تحرق مني. وبعد كده في نفس الوقت احط حوالي معلقتين بس، ما كترش طماطم، اهدي النار خالص بعد كده اكون مجهزه الزعتر وحطاه في ميه عشان يبوش شويه. دول حوالي مثلا ربع كوبايه صغيره، والزعتر منقوع فيه بقاله ساعه مثلا. بعد كده اضيفه عليه، اديله تقليبه كويس وحققه بقى. احط الاول البابريكا زي ما اتفقنا، نص معلقه صغيره مش كتير، وورق اللورا حوالي 3 ورقات، وملح منساش الملح، وفلفل اسود، واسيبها لمدة 5 دقايق مش اكتر، 5 دقايق بس، عشان بس الفلفل يدبل مش اكتر من كده. انا كده محضرة هنا طاجن، ده اللي هستخدمه، لازم يبقى طاجن، ممكن طاجن ازاز ما يمنعش. انا فرشت الاول الارضية بالبصل، شرايح بصل خفيفة كده، وابتدي الاول احط السمك. اول طبقة احط السمك، وبعد كده احط شوية صلصة خفيف كده من اللي انا مجهزاها، وابتدي ارص بقى بقية الحاجة كلها، مش هتفرق ايه الاول. انا معايا هنا شوية صبيط هحطهم، ممكن نحط جميع انواع السي فود، وده الكاليماري، والجمبري. الاكله دي هتعجبكم جدا، من ضمن الاكلات المفضله. وبعد كده احط اللي هو بلح البحر باي شكل، يبقى في الاخر. وبعد كده بقيه الصلصه احطها كلها. بعد كده هحطها في الفرن على درجه حراره 400 لحد ما اشوف الكلمات اللي هو الجندوفلي والبلح البحر فتح والوش احمر شويه. زي ما احنا شايفين وشها احمر. هي قعدت تقريبا 1 ساعة إلا ربع.
بعد ساعة الا ربع ولعت البرويل شوية لحد ما الوش احمر، وزي ما احنا شايفين شكلها حلو ومستوية، وان شاء الله هتعجبكم. ونرش عليها شوية بقدونس خفيف، وتتقدم مع رز. ما تتقدمش مع مكرونة، لازم رز. يا ريت تجربوها، هي أكلة لذيذة جدا، وأشكركم جدا، وإلى اللقاء. باي باي.